مساء الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. النهاردة هنعمل مع بعض حبة ممبار، ما اقولكيش حاجة كده ما شاء الله تبارك الله. هي بتتكلم عن نفسها. هنعمل مع بعض ممبار عادي وكمان ممبار بوبس، حاجة كده خطيرة جدا. ولا عمري فرقع منك ولا واحدة والله العظيم فرقعت ولا اي حاجة خالص. تعالي نشوف مع بعض. كمان خلطة الممبار الجبارة. معايا كمية ممبار حلوة على حسب ما انا حابة، كيلو كيلو ونص كده او 2 كيلو. تمام، غسلاها ومنضفاها وزي الفل. تعالوا نركنها ويلا هاتي حلة بقى بسرعة على النار. انزلي كده بكمية حلوة من الزيت، وعليها كمان كم قطعة من اللي لو انتي حابة. وانزلي بكمية بصلة حلوة كده، طبعا البصلة دي انا مفرزاها. فكت معايا يا دوب بس تدبل، وبعد كده بتنزلي بكمية حلوة برضو كده من الفلفل الرومي وكمان الفلفل الالوان، احمر واصفر كده، وكمان فلفل سبايسي. تمام. وبعد ما بتدبليهم مع بعض وريحتهم تطلع، بتضيفي كمان نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم وتقلبيهم كويس جدا. برضو كل حاجة تدبل معاكي، انا مش عايزة حاجة تاخد لون. هنزل بكمية الصلصة معايا وهسيبها تفك لان هي كانت مجمدة. وبعد كده بضيف هنا الملح والكمون والسبع بهارات وبهارات محشي وكمان فلفل اسود. تمام، من كل حاجة نص معلقة كده، وبابريكا. وكمان ضفت شطة لو انتي حابة، انا ضفت فلفل حامي وكمان شطة مش كتير. قلبيهم وسيبيهم يتسبكوا معايا. وتعالي بقى هنا سنة من النعناع، ده ورق نعناع حبة صغيرين كده. وكمان معايا بصلة وسط، تبشري عليها بقى ايه البصلة دي، تبشري عليها جوز الطيب. عايزه اقولك بتودي طعم الممبار في حته تانية. بشره خفيفه كده زي ما انت شايفه بالسكينه. ومعايا كمان كيلو من الرز، منقياه وغسلاه ومصفياه. هضيف عليها بقى كده البصلايه. تمام، قطعها على ايدك او بشوريها براحتك. وكمان سنه من زي ما قلت لك من النعناع الاخضر او الناشف. ضيفي عليها سنه من الفلفل الاسود وكمان سنه من الملح. ودعكيهم كويس جدا مع بعض لغايه ما تشمي كل البهارات اللي انت حطيتيها، وكمان ريحه النعناع تطلع كده وتضرب كده في مناخيرك. تمام. ففي الوقت ده تصلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام وتدعي لي. هضيف كمان كمية الخضرة دي، خضرة مشكلة كزبرة وشبت وكمان بقدونس، من كل حاجة كده حزمتين ما عدا البقدونس، واخدة حزمة واحدة بس. يعني حزمتين شبت وحزمتين كزبرة وحزمة واحدة بس ايه بقدونس. اغسليهم وقطعيهم بالشكل ده. وكان عندي التسبيكة بالشكل اللي انتوا شفتوه. تنزلي بقى بكل الكلام اللي احنا عملناه. عايزة اقولك هتاكلي حبة ممبار من الاخر حقيقي، طعمهم تحفة. اهو هبتدي اقلبهم كويس جدا واسيبهم بقى لما الخلطة بتاعتي تبرد. ما ينفعش تحشي وهي تكون سخنة معاكي او دافية. لازم تستني لما الخلطة بتاعت الممبار تبرد وبعد كده تحشي بيها. انا عندي الممبار هنا بصفيته اهو في المصفى زي ما انت شايفة كده على بولة. وكمان عندي الفتل بقى زي ما قلت لك احنا هنعمل ممبار بوبس. تمام. او لولي، في ناس بتقول عليه ممبار لولي او الممبار الجميل بتاعنا ده البوبس. عايزه تعملي ممبار عادي خلاص، هنعمل مع بعض برضو حبه في الاخر نزين بهم الطبق كده من الجناب. انا بحشي بالطريقه دي. حشي الممبار ليه كذا طريقه. اهو بمسك الممبار بفتحه كده من الايد دي ومن الايد دي، والصابع اللي في النص ده بزق بيه الرز. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، مش قادرة اقولك قد ايه. يا اما بالطريقة التانية بمسك الممبار بصوابع الاتنين، وبالايد التانية ببتدي اهو بالشكل ده ببتدي احشي كده الممبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما شاء الله الفيديو موضح نفسه. الممبار عندي نضيف وزي الفل. هنزل لكم تنظيف الممبار في فيديو لوحده. يا ريت بقى لو وصلت معايا دلوقتي ما تنسيش تصلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام وتدعي لي دعوة حلوة وليكي بالمثل. وكمان ما تنسيش تعملي شير ولايك حلو منك. هبتدي اهو الممبار، ابتدي احشي كل الممبار كده. وفي الاخر بقى طبعا جبت فتل. الفتل دي حراري من عند العطار. بتقولي له عايزه فتل حراري، بتدخل الفرن وبتنزل في الشوربه، ما بيجرالهاش اي حاجه، فتل نظيفه وزي الفل. قصقصتها كده على قد ما انا حابه وهعرف اربط معايا الممبرايه. ببتدي على طول اربط كده من الطرف، وبعد كده ببتدي عقله صباع او اكبر من عقله الصباع بشويه. اهو كل عقله صباع بتسيبي بس حته فراغ، وطبعا بتبططيه جدا عشان ما يفرقعش منك.
وتبتدي تربطي اهو كل عقلة صباع كده اهو، او عقلتين على حسب ما انت حابة. سيبي حتة كده تبططي الرز، وبعد كده كمان بتسيبي حتة صغيرة جنب الرز فاضية ما فيهاش رز خالص، وتبتدي تربطي بحيث ان لما الرز يجي يستوي ينفش ويديكي الحجم اللي انت عايزاه، وعمره ما يفرقع منك ولا اي حاجة خالص. قسما بالله ما شاء الله تبارك الله، ولا واحدة لا صغيرة ولا كبيرة فرقع معايا. وهقولك اسرار كمان ان الممبار ما يفرقعش منك واحنا جايين بنسلقه. هبتدي اربط بقى بالشكل ده كده. يبقى الخلطة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ اهم حاجة كتري البصل في خلطة الممبار، وكمان الفلفل الالوان والفلفل الرومي والسبايسي عشان تبقى كمية الخضار اكتر او مناسبة لكمية الرز. هنا بقى اهو كان عندي كام واحدة قطعتهم بقى. الممبار العادي بتاعنا خالص بقطعه وبعد كده بحشيه اهو بالشكل ده كده، وببططها مش عايزاها مليانة خالص. وفي الوقت ده كان عندي حلة على البوتاجاز بتغلي. لازم يكون مية سلق الممبار لازم تكون سابقة الغليان، لازم تكون بتغلي قبل ما تضيفي كده اهو. ما شاء الله لا قوة الا بالله، بصوا خطير جدا شكله تحفة. هنا هنزل كده بعد ما عندي المية غليت. طبعا شايفين الحلة لازم تكون عندك حلة واسعة، وده برضو شرط تاني عشان الممبار ما يفرقعش معاكي. المية لازم تنزلي كده بالممبار وهي بتغلي، وكمان الحلة تكون واسعة كده عشان الممبار ياخد براحه وما يفرقعش، يكون في حاجة مكتومة او ضيقة فتبص تلاقي فرقع منك، وهو العيب اصلا في الحلة مش في ان انتي كمان ضغطها رز ولا حاجة. دي كمان عامل في عوامل نجاح الممبار. بصوا وابتدي ارص كده. الحله ما شاء الله لا قوه الا بالله كبيره، ففي الحاجات اللي زي دي بحتاج اللي هي الحلل الكبيره الالومنيا بتاعتي اهو. ابتدي بقى هنا اضيفي بقى كمون، كزبره، فلفل اسود، السبع بهارات، كام ورقه كمان من اللورة اهو. ممكن تضيفي كمان حبهان عايزه بقى، ونغطيها وتسيبيها لمده ساعه الا ربع. بعد ساعه الا ربع شفت كده عند الممبار كان ما شاء الله تبارك الله استوى معايا. ببتدي اضيف له الملح، بضيف الملح واسيبه 10 دقايق كمان. بصوا بوريكم كمان التاني الممبار اللي هو العادي خالص بقى اهو. طبعا انا كنت طفيت بعد 10 دقايق عشان طعم الممبار يتحيق ويتملح من الملح اللي انا خدته حطيته، وكمان يبقى طعمه حلو. تمام. ابتدي اطلع كده بعد ما هدي معايا على مصفى، بخرج الممبار على مصفى كده. وتعالوا بقى بعد ما تصفى نحمره كمية حلوة مناسبة من الزيت، وكمان معلقتين 3 كده من الزبدة البلدي أو السمن عشان يديك كمان طعم حلو أهو. عندي الممبار ما شاء الله متصفي كويس جدا، وهبتدي أنزل بيه كده. طب أفرطه الأول ولا أحمره كده؟ لأ، أنا بحمره كده الأول وهو متربط زي ما هو كده، وبعد كده هنشوف إمتى بنقصه. وانزل برضو بالممبار التاني اهو اللي هو القديم بتاعنا ده بقى ايه العادي. لو حابه تشكلي بس صدقيني بيدي طعم كده حلو، يعني شكله حلو على السفره بتاعتك. وكمان بجد لو عندك بقى عزومه قدام ضيوفك كده بيبقى حلو ومميز. وعلى قد البق الواحده كده، على قد البق، فامانه لو جربتيه هيعجبك جدا. سيبك بقى ان انت بتاخدي وقت في تربيته وبتاع، بس هو مش بياخد وقت قد كده لو انت جنبك حد يقصقص لك بقى الفتل، وهو بياخد وقت بس في كده. تمام. ولو عندك كمان حد انت تحشي وهو يربط فالمسألة بتبقى سهلة وبسيطة. انا عملته لوحدي مش حد ساعدني. آه ما خدش وقت ولا اي حاجة، وكنت عاملاه في عزومة عامة. فبصراحة تحفة، وكل الناس عجبهم الممبار. خليه بقى ياخد الشكل اللي انت حباه. هاتي بقى طبق كده كبير او سرفيس كبير، حطي فيه بقدونس. وابتدي بقى كان هنا هدي شوية. ابتديت ان انا اقصقصه بالمقص، وبتشيلي طبعا بقى الفتل. بصوا بيديك الشكل الجميل ده، كان طعمه وشكله ما اقولكوش. للاسف ما قدرتش ان انا افتحه وبتاع عشان كانت عزومة وكنت مستعجلة.